إن أنت ساعات ممكن يحصل لك ظرف معيّن، ولكن اللي المفروض تعمله هو إنك تشوف هتعمل إيه في الوقت اللي معاك. طبعًا أنا حاسس إن الموضوع كبير، وحتى هو كان بيتكلم في الفيلم بطريقة معيّنة فيها ألغاز وطريقة غير مباشرة، ولكن أبسّطها لك كده. في أوقات معيّنة هيحصل لك ظرف معيّن أنت ممكن ما تكونش مسؤول على إن هو يحصل لك، بس اللي أنت مسؤول عنه هو إنك هتعمل إيه بعد ما حصل لك الظرف ده. وهو ده أصلًا اللي بيمثّل حياتنا وحياة كل البشر. ساعات بتُقع في مشكلة أنت ما لكش ذنب إنك تكون فيها، ساعات بتولد في منطقة معيّنة، ساعات يحصل لك مشكلة معيّنة ما لكش أنت الذنب فيها، ولكن الفكرة كلّها أنت هتعمل إيه لمّا عرفت إن عندك المشكلة دي، وهتعمل إيه بالوقت اللي المفروض عندك. يا ترى هتضيّعه والّا يا ترى هتفكّر تعدّي المشكلة اللي أنت فيها دي. من الحاجات برضه اللي أنا لازم أتكلّم عليها الصراحة الsoundtrack، الموسيقى الملحمية الرائعة اللي بتنتهي بيها القصة في fight نهائي كده وحرب نهائية ما بين الخير والشر. والخير الجيش بتاعه تقريبًا رُبع شيء لا يُذكر قدّام كل الorcs أو جيش العدو المفروض اللي بيتمثّل في حوالي 100، 200، 300 ألف قدّام جيش الخير اللي هو بتتكلّم في حوالي 10، 12,000. وساعتها بيحصل أقوى ملحمة درامية وأقوى موسيقى درامية أنا شُفتها على مَر التاريخ الصراحة، في سلسلة أفلام أو حتى في سلسلة مسلسلات أو في أي عمل درامي. فالفيلم مش طبيعي، اللي ما شافوش لازم يتفرّج عليه، واوعى تيأس يا معلم.